مساء الروقان. الحقيقة إن أي مكان أو أي منفذ أنا بكون موجود فيه على السوشيال ميديا في أي حاجة لها علاقة بشبكة الإنترنت يعني، ويكون في أي ركن للتعليقات، في ناس مخلصين جدا 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 للفكرة الأزلية إنه لازم يدخل يحط لي كومنت. يا ابني وأنت حد عارفك أصلا؟ أنت اتنسيت خلاص. اللي هو أنت مين؟ أنت بتتكلم كده كأنك يعني ما هو حد عارفك أصلا. والموضوع ده بقاله كتير قوي، يعني بقاله كتير لدرجة ان الواحد يعني ايه بدأ. يعني كنت الاول مش بلتفت للكومنت ده قوي، بعدين بدأت افكر في الكومنت ده. مش بفكر في تفاصيل اللي هو بيقوله، لانه هو انا بس ببقى بحاول افهم يعني انت، يعني طب انت جيت لي ازاي؟ يعني انت وصلت لحد عندي بناء على ايه مثلا؟ خصوصا ان الحاجات دي بتجيلي في اماكن يعني مستحيل حد يوصل لها الا اذا كان بيدور عليا انا تحديدا. يعني زي مثلا البرنامج اللي احنا فيه ده من غير تيمبو ده. البرنامج ده مثلا، يعني البرنامج ده ما بيتعملوش اي ماركتينج ولا تسويق، ولا حتى بشير الحلقات بتاعته عندي على الفيسبوك او على البيج اللي هي فيها فولورز كتير. هو برنامج كده مرمي في يعني ادغال والعالم السفلي من اليوتيوب، محدش ممكن يتفرج عليه الا اذا كان جاي مخصوص مباشرة بيدور على الهيزام تحديدا، يشوف الراجل ده عنده اي حاجة كده منتج نتفرج عليه. زي برنامج تاني اسمه الفتاي مثلا، فتلاقي الناس دي جايه كده وتلاقيه كاتب لك يا ابني انت حد عارفك؟ طب انت جيت لي ازاي يا باشا؟ يعني انت، يعني انا مستحيل اكون ظهرت لك مثلا على الهوم بيج في يوتيوب، مستحيل فيديو يكون ظهر لك على فيسبوك، وانت بتقول انك انت مش عارفني او ان انا محدش عارفني. طب انت بتتكلم عن بقيه الناس، يعني انت عارفني كويس وبقيه الناس مش عارفاني، طب انت مالك يعني؟ طب ما اذا كنت انت نفسك عارفني خلاص، ما يعني لو انت انت شخصيا عارفني، فانت ايه شكوتك يعني؟ ما انت خلاص عارفني اهو، بتيجي تتفرج عليا، ايه مشكلتك دلوقتي؟ يعني ده بيفكرني هو في مغالطه اسمها مغالطه الاكثريه. يعني ايه بقى؟ يعني ان انت مثلا بتقيس صحه الشيء او منطقيته بناء على ان يكون اكبر عدد، يعني غالبيه البشر موافقين على نفس وجهه النظر. يعني ايه؟ يعني مثلا لما انا اقول لك ان البطيخ من جوه ازرق، فانت تقول لي ازاي البطيخ من جوه احمر؟ فانا اقول لك لا، اصل انا اعرف ناس كتير شايفين انه من جوه ازرق اكتر من الناس اللي شايفينه انه احمر. طب ما هو احمر، لا هو ازرق. ليه؟ لان اللي شايفينه انه ازرق اكتر. فانت شايف ان اللي بيتابعوني 11 واحد، واللي بيتابعوا حد تاني مثلا 11 مليون، مش 11 واحد. فاذا انا عايش حياتي دي غلط، او انا نظام حياتي ده كله كده لازم يتغير. او انت بتبدا تحس ان انت بتعمل حاجه مش منطقيه او بتعمل حاجه غلط، ان انت جاي بتتابع واحد بيشوفه 11 انت ال 12. وفي نفس الوقت انت ممكن بكليكايه تروح تشوف واحد عنده 11 مليون، 11 مليار واحد فولور، ده منطقي اكتر. يعني دي المغالطه اللي انا اقصدها. مش عارف الناس دي، انت يعني هل انت بترتاح نفسيا مثلا لما تكتب هذه المعلومه؟ وبعدين انت مين اللي اقنعك ان انا متصور ان انا عندي 9 مليار واحد بيتابعني؟ ما انا عارف ان هم 20 واحد، وانا ما عنديش مشكله مع الموضوع. يعني انا والعشر اشخاص اللي بيتابعوني دول بيتابعوا اي حاجه انا بعملها ايا كانت، اغاني، فيديوهات عبيطه زي اللي انا بعمله دلوقتي ده عشان نطلع نتكلم ونحكي في اي حوار ملوش عازه. الناس دي مبسوطه وانا راجل مبسوط، طالع اتكلم معاهم ويكتبوا لي كومنتس. يعني مثلا تلاقي فيديو عليه 12 كومنت زي الفل، انا ما عنديش مشكله، ما عنديش ازمه مع الموضوع. يعني انت ليه الموضوع ده مزعلك؟ يعني مش مزعلك لدرجه ان انت عمال تطاردني في كل مكان عشان توصل لي هذه الحقيقه؟ ليه انت شايف ان مستوى ذكائي متدني لدرجة ان انا متخيل ان انا عايش في كوكب موازي مثلا ومش عارف ان اللي بيتابعني 12 واحد؟ يعني المعلومة دي انا قلتها كتير، قلتها على بروفايلي الشخصي، وقلتها على البيج، وقلتها يعني انا الموضوع ده بتكلم فيه كتير. يعني بتكلم فيه ان احنا شبه مجتمع، مش هقول مجتمع، احنا مجموعة من البني ادمين كده. يعني لو وقفنا كلنا في اوضة واحدة هتقضينا يعني.
والناس دي ناس كده يا عمي، انا الفولورز اللي على، لو السبسكرايبرز اللي على اللي على القناه دي انا عارفهم بالاسم، ايه رايك؟ انا بقى بخش كل واحد بيعمل فولو او سبسكرايب، انا بخش اشوف اسمه كده وبياناته وانبسط بيه، بدخل اقول له مساء الخير، شكرا على الفولو، يعني فاهم؟ انا ده المجتمع اللي انا عايش فيه وتمام، ما عنديش مشكله يعني. هتقولي ما عنديش طموح، هقول لك هو انا مش ما عنديش طموح، يعني زي ما تقول كده ايه يعني، انا راجل كسول ولا اسعى لشيء، ومش مهتم بالوصول في حته. مرحله الطموحات والرغبه والسعي في الوصول لشيء دي كانت موجوده في فتره معينه من حياتي، وخلاص ما عادش لها لازمه، لان كان في شخصيه مهمه في حياتي، كانت الامور دي هي اللي انا بستمد القيمه من رد فعل هذه الشخصيه، وهي امي يعني. فانا يعني ما عادش في حاجه انا بعملها ليها قيمه، لاني مع امي اللي بتديني فيدباك ورد فعل على فعل هذا الشيء لم تعد موجوده، فانا لم اعد اشعر ان في قيمه لاي شيء. فهرجع واقول لك ان في النهايه، طب هل ده معناه ان انا مثلا لو جت فرصه ان اوصل في حته مش هقول لا؟ يعني لو الفرصه جت مش هقول لا، بس هي مش هتيجي لان انا ما بعملش حاجه تخليها تيجي، ومفيش حد الفرص بتجيله كده من غير ما يعمل حاجه. الانسان لازم يطارد اهدافه ويبقى عنده ويبقى يجتهد ويسعى، وانا ما بعملش الحاجات دي وما اعتقدش ان انا هعملها. فانا هفضل في المكان اللي انا قاعد فيه ده، بيتابعني 11 واحد كده من ايام ما كنت، دول عرفوني ايام ما انا كنت بجتهد واسعى يعني، دول اللي هم اللي فضلوا، وما عنديش ازمه مع الموضوع. فيعني الموضوع لو مأزمك، انا صاحب الشأن مش متضايق، فما تزعلش نفسك كده يعني. وانا هفضل موجود في هذا المجتمع الصغير، شبه المجتمع الصغير، والبرنامج ده انا مرتاح فيه نفسيا الحقيقه يعني. كل كام يوم كده او كل فتره هتلاقيني منزل لك بفيديو بحكي لك في حوار ملوش اي عايزه، لو ما اتفرجتش عليه مش هتخسر حاجه، ولو اتفرجت اديك اتسليت. واتمنى تكونوا استمتعتوا.